مع اني بخاف من الاماكن العالية، بس هلا حاسة بالامان. هي أول مرة بيكون معي حدا فيها هون. بالعادة بكون لحالي. ولا مرة بحياتك اجيت مع حدا لهون؟ ولا مرة. حتى أني مستغرب كيف عم بسمع صوت حدا تاني معي بالسيارة. لكن ليش جبتني على مكانك الخاص؟ ما بعرف، عن جد ما بعرف. مرتك ما اجت معك لهون؟ لا ولا مرة. غريب. حاسك بس عم تستني فرصة لتفتحي سيرة مرتي. شو القصة؟ بين علي كل هالقد؟ لا بس هو انت متزوج انا حاسة، يعني ما بعرف شو بدي اقول لك. هلا انا متلبكة شوي من السؤال. خلص انسى الموضوع. مرتي عندها مشكلة بالإنجاب. حاولنا كتير بس ما لقينا حل. دايما مكتئبة ومحملة حالها الذنب. بتعتبر حالها هي السبب لأنه ما عندنا أولاد، ومعتبرتني أنا شفقان عليها. قال ما بحبها بس لأنه شفقان عليها عم نكمل مع بعض. وانت عن جد هيك؟ هي اللي خلتني أصير هيك. دايما مكتئبة، دايما صافنة. هي عايشة بعالم وأنا بعالم. صرنا غراب عن بعض كتير. ما فكرتوا تتركوا بعض؟ كل يوم، بس ما حدا عنده جرأة ياخذ القرار. معقدة حياتك كتير. هذا الإضافي لشغلي. عم حاول دور على حلول ما عم لاقي. ما عم بقدر الاقي حل لحالي. بحاجة لحدا يساعدني. حاسة فيك. بعرف، مشان هيك حابب ضل معك. بس لاني حاسة فيك. وكتير شغلات تانية. لازم تجازي حالك اليوم. في شي ببالك ولا لسه ما قررت؟ اليوم حتلتقي بالدكتور عماد بالمشفى. المشفى أنسب مكان. وقديش أنت واثق من الموضوع؟ منجرب، ما في أي خطورة. حتقولي له إنه أبوكي مريض سرطان وإنك عم تلاقي صعوبة بتأمين المواد اللي هي إبر ومسكنات مورفين. طيب وبركي طلب يشوف أبي؟ أكيد هذا اللي رح يعمله. ووقتها شو بعمل؟ توعدي وبتجيبي لهون. لهون على البيت؟ إيه؟ أي وبعدين؟ هاي اللي بعدين اتركيها لبعدين. المهم هلا تسحريه وتجذبيه لعندك وتركي الباقي علي. ضل 40 كيلو جرام أنفيتامين. هدول كلهم وزيادة واحتياط كمان. بتحطهم لحالهم وما بتخلطهم مع القديم، وإذا ما عمل أدوية طلب شحنة بنخلص القديم بعدين بنبلش بالجديد. أوكي؟ اوكي، هدول مجرودين بالغرام مسجلين عندك. أوكي، يعطيك العافية. الله يعافيك. دير بالك منيح. ماشي؟ ماشي، يعطيك العافية. مات؟ هيك بهالبساطة مات؟ أنا جايبه بإيدي ما كان في شيء. شلون مات؟ سيدي خبرونا بالمشفى إنه مات بعد عملية غسيل للمعدة، والتقرير الطبي بيأكد هالشي. هذا اسمه حكي فاضي. هي مسخرة. بتروح هلا على المشفى، بتوقف أي إجراء بدهم يتخذوه بالجثة، بيعملوا تشريح وبتجيب لي تقرير الطبيب الشرعي. عم تفهم؟ حاضر سيدي. يلا روح. احترامي. مات؟ كل ما أوصل لخيط عم يقطعوه. مين هدول الناس؟ لك مين وراهن؟ ألو، كيفك سيادة العقيد؟ أنا منيح. بعرف رقمي مو معك، وأكيد حابب تشكرني على المعلومة اللي قدمت لك إياها. أنت أعطيتني معلومة صحيحة، بس هذا لا يعني إني أوثق فيك.
بلا ما أعرفك. المهم النتيجة سيادتك. أنت شو بدك مني؟ ولا شيء، مجرد مساعدة. طيب ليش عم تساعدني؟ اعتبره واجب اجتماعي. واجب اجتماعي ولا عم تصفوا حساباتكم عن طريقي؟ انت شو بيهمك؟ مشحنة المخدرات صارت بين ايديك، والمعلومات يلي اعطيتك اياها طلعت صحيحة، يعني اخذت يلي بدك اياه. وأنت كمان أخذت اللي بدك إياه. هلا شو بدك مني؟ اعتبره تليفون ودي. التليفون ودي بيكون بين اثنين بيعرفوا بعض، مو من أرقام خاصة وخارجية. رح نتعرف على بعض بالوقت المناسب، لا تستعجل الايام. راح استنى هذا اليوم بفارغ الصبر، بوعدك. الايام جايه. أنا آسفة إنه صار لي زمان ما زرتك. والله مو تقصير، بس أنا تعبانة كتير. بعرف إنك ما رح تزعلي مني، لأنه بيقولوا إنه ما في أم تزعل من أولادها. أمي أنا جاي أعترف لك إني ما بستاهل أكون أم، لأني قتلت ابني. أتمنى إنك تسامحي. هاي الأدوية بتلتزم فيها بمواعيدها. اوكي. تفضل، إن شاء الله معافى. شكرا كثير. شو رأيك؟ اوكي، التزمي بالخطة منيح. الدكتور عماد رخيص بس ما له غبي. لا تخاف، رح يصير مثل ما بدك بالضبط. تحركاته محدودة كتير. يعني 3 محلات بيتواجد فيهم ما في غيرهم. معناتها خلينا نراقب الأمكنة الثلاثة، وأضعف مكان ممكن اختراقه بننفذ خطة فيه. بس لحظة شوي، لازم تكون خطتنا كتير مدروسة صح مشان ما يصير معنا تخبيص. ها؟ والأحسن ما نكون لحالنا، لازم يكون معنا رجال زيادة لأن هو رجاله كتار.
ريهام معها حق. انا من ناحيتي بجيب كم شب قبضاي بيشتغلوا معي، لا تاكلوهم من هالناحيه. ايه وانا بجيب ولاد عمي، عندي واحد مترين بمتر. يا شباب ما رح ناخد معنا حدا، رح نكون لحالنا وبس. ايه بس هيك بنكون عم نخاطر. وهيك تدهورت حالة بابا، والدكاترة نصحونا نرجع على البلد مشان يقضي آخر أيامه هون، والمسكين عايش على المسكنات، وأنا ما عم بعرف كيف بدي أجيب الوصفات ولا منين بدي أمن الدواء. يا آنسة بدك تطولي بالك، معلش طولي بالك، أنا حاسس فيكي. بس بابا كتير عم يتوجع يا دكتور. لا تاكلي هم، ما في شي بالدنيا ما له حل. المهم هلا نحن نلاقي طريقة نخفف الألم عنه، وأنت لازم تكوني قوية لأنه قوته بياخدها منك. أنا آسفة كتير، أنا عن جد ما بعرف شو صار لي. ولا يهمك، المهم هلا تكوني قوية وتبطلي بكي. شكرا كتير لك دكتور. أنا لازم أشوف الوالد. أنتوا وين ساكنين؟ نحن ساكنين بالجمعيات بالجزيرة. ما في داعي تكملي لأنه أنا بنسى. هي ورقة، بعد إذنك سجلي لي العنوان ورقم الموبايل. أنا ما رح أنسى لك المعروف، وأي شي بدك إياه أنا جاهزة. العنوان. ما تاكلي، إن شاء الله الأمور بخير والأيام جاية. يلا ما بدي أعطلك أكتر من هيك. لا ما عم تعطليني ولا شيء. إذا بدك نشرب قهوة. لا، خلي القهوة نشربها عندي بالبيت. هي شو عليه؟ عن إذنك. الله معك. ولك أنا مو بس رح ساعدك، رح ساعدك وساعد أبوكي كمان. مشي الحال، واليوم أو بكرة بالكثير بيجي لعندي على البيت مشان يتفقد بابا. ان شاء الله بيقبرني والدك المريض. عم استناكي. انتبهي وانتي جاي. ماشي. هذا الكلام معناته انه عزه ما تسمم بالصدفه، سمموه هون مشان يموت هنيك. عفوا سيدي، بس ليش ما قتلوه هون؟ مشان يمروا الموضوع وما يكشفوا جماعتهم اللي عنا بالفرع. اسمع لقلك، بتروح على المشفى تفتح تحقيق وبتطلع على كل تسجيلات الفيديو بيوم الحادثه، عم تفهم؟ حاضر سيدي. روح. احترامي سيدي. الو، انا المحقق كمال، بدي احكي مع العقيل مالك لو سمحت. ايه تحياتي، كيفك؟ اكيد وصلك تقرير من المشرحه على المعتقل اللي مات بالمشفى. ايه هذا هو. بدي اطلب منك طلب، بدي تزودني من التحقيقات اول باول، كثير مضطر على الموضوع. دخيل قلبك، على راسي. شكرا. حالتك هي رح تخليكي أسوأ بدل ما تتحسني. الشق النفسي كتير مهم بالعلاج. أمل أنا بدي أكون أم، أنا قتلت ابني بهالحبوب الزفت. هذا الشيء مضى وراح، لازم تتحسني بالأول حتى تفكري بهيك موضوع. طيب إمتى ما بعرف، حتى يطلعوا كل السموم من جسمك، هذا متعلق فيكي. بس أنا ملتزمة بالعلاج مثل ما قلتي لي تماما. بعرف، بس القصة بدها شوية وقت، لازم تصبري.
هدول شوية فيتامينات بيساعدوكي، وملينة للمعدة مشان الآثار الجانبية. تفضلي. كيف كان شغلك اليوم؟ عادي مثل كل يوم، ما في شيء مميز. وقصاي شو وضعه؟ قصاي عم يعمل هون، عم يضيق خلقه وبده يروح على البيت، وانا مو طالع شيء بايدي. بدك تطول بالك سيد قصاي؟ انت ما دخلها. قصاي؟ لا تحكي هيك مع عمو، عيب. اعتذر منه يلا فورا. عم اقول لك قل له انا اسف. انا اسف. خلص ما في داعي. انا وقصاي كثير رفقات. صح؟ ما بعرف شو بقول اليوم. لا طولي بالك. القصة كلها مو مستاهلة يعني. ماله بالعادة يحكي هيك عن جد. بدك عادي يعني. ولد صغير. ليك السيارة؟ حابة اتمشى شوي. لا خلينا نركب السيارة. وانا قلت نتمشى. شو بكي مالك بالعادة تكوني عصبية؟ ما بعرف شو بني. ما بعرف هيك متضايقة شوي. ايوه. خبرني المهندس انه نباشروا بالشغل، وقال كل شيء عم يمشي حسب المواصفات المطلوبة. اوكي. بالنسبة لأوراق المناقصة صار شيء جديد؟ لا ابدا، لسه قيد الدراسة. صحيح طلب المحاسب انه يجتمع فيك، قال بده يناقش بعض التفاصيل. بتريد شيء تاني؟ ايه، في شغلة يمكن بكير عليها شوي، بس مشان تعملي حسابك. بعد فترة رح يكون عندك شغل برات المكتب هون. حاضر. منيح، فيك تروحي. ايمت رح يجي لعندك؟ ما حددنا موعد، بس بتخيل اليوم يجي. تعرف إنسانيته زايدة، بده يساعد أبي المريض، وإذا تقل حاله بيجي بكرة. اوف، لهالدرجة؟ بعجبك؟ أكيد بتعجبيني. هذا خيط كتير مهم، ما لازم نفقده أبدا. تماما، ولهيك أنا حبيت خبرك فورا. دكتور مشبوه ودكتورة مخبرية مسؤولة عن المواد الطبية، مو ملاحظ إنهم مكملين بعض؟ المواد الطبية بالمستودع المسؤولة عنه الدكتورة فتون هي المواد اللي بتدخل بتصنيع أغلب أنواع الحبوب المخدرة. لما دققنا بسجل الدكتورة ما في عليها أي إشارة. هذا شيء طبيعي، هيك دكاترة بهيك اختصاص بيكونوا حابكين منيح، يعني كل شيء نظامي 100%. صح. أوامرك سيدي. اسمع شو رح تعمل يا حيان. من يوم ما اجت عيني بعينك بالسهرة ما بعرف ليش هيك، حسيت حالي رجعت لسن المراهقة. هيك مو أحلى؟ بلا أحلى، يعني إحساس كتير حلو، حاسة قلبي عم يدق، بس كمان يعني ما بعرف ليش هيك خايفة من لبكي. مبسوطة؟ مبسوطة كتير، حاسة في تغيير جذري بحياتي، ما بعرف شو هو، بس حاسة حالي مو أنا. بقدر أسألك سؤال، بس أرجوكي ما تعتبريه إنه تدخل بحياتك. تفضل. أول يوم قابلتك فيه قلتي لي إنك بتشبه، فيني أعرف بشبه مين؟ بصراحة مو حابة أحكي هلأ، التفاصيل بتضايقني، بس كل شي بوقته حلو، تجي الأيام بحكي لك كل شي. خلص، على راحتك.
الو. اهلين دكتور. لا ولا يهمك، عادي. طيب دكتور، ناطرتك. اذا خربطت بالعنوان حاكيني. سلام. الو عرفان. يعني ما بدك مني شي روح انا؟ لا ما بدي. طب ما بدك تعطيني بوستي؟ لا ما بدي. انا بعرف انك زعلان مني لاني عيطت عليك قدام عمو عماد، بس انت كمان حبيبي شايف حالك كيف صايره عم تتصرف؟ بس انا ما بحب ولا عمو عماد. لا يا ماما لا، بصير هيك نقول عن حدا ما منحبه بدون سبب؟ على فكرة بقى، عمو عماد كتير بحبك وبحياته ما ضايقك، بس انت يلي ما عم تعطيه فرصة انه يتقرب منك. يعني ما بدك ترد علي؟ ماشي يا قصي، انا رايحة انام وانا زعلانة. ها، تصبح على خير. خليك شوي. بدك يعني؟ ايه. تعطيني بوستي؟ يا روحي انت حبيبي، لك الله لا يحرمني من هالوش الحلو. بتعرف يا فصحون لما تكون زعلان مني حس الدنيا كلها زعلانة مني. انا بعرف اني عصبت عليك، بس خلص ما عاد عصب. ما بعرف شو بصير لي احيانا، ممكن هلا انام بكره يوم جديد وحظ جديد. بحبك. انا بموت فيك بموت. قبرتني. اهلين دكتور، تفضل. شكرا كثير دكتور انك اجيت. ولو معقول ما اجي؟ تفضل. لا انا برايي نشوف الوالد بالاول واطمن عليه بيكون احسن. لا انا برايي نشرب شيء اول. تفضل. اكيد رايك دائما هو الصح. شبك حايز؟ شو في قصة براسي إذا زبطت رح تعمل تحول كتير كبير بتاريخ المصنع. وشو هي هالقصة بقى؟ مصدر داخلي لتأمين المواد الطبية الأولية للمصنع. طيب كيف؟ ومين؟ الدكتور عماد. لازم تتذكري. ايه. شو؟ زلمة السيارة ولاد. زين راح لحد الثاني. مين انتو؟ شو بدكن؟ لا تستعجل، لسه الليل طويل. امشي امشي. حراك حراك.
كمال أنا كتير مقدرة طبيعة شغلك، بس أنا بحاجة إنه شوفك، نطلع أنا وياك لأي مكان نتفتل بالسيارة. أنت ملاحظ قديش الحاجز اللي بيني وبينك عم يكبر؟ هذا الحاجز انت اللي زرعتيه، سقيتيه وكبرتيه، وهلا رح ادفع ثمنه انا وانت. أنا كمال أنا لحالي؟ أنا ما عم بحكي مشان أعمل مشكلة، وأنا ما عم أقول لك طالعني لأنه ما فيني أطلع لحالي، بس أنا بدي إياك نكون مع بعض. ركز على كلمة مع بعض كمال. لك أنا عم حاول صلح شي انكسر. اللي انكسر ما بيتصلح، صعب كتير انه يتصلح. الأمور كتير منيحة، مشي الحال، بس على الأغلب يبقى عندي اليوم. يعني ما بدك تحكي؟ قلت لك ما بعرف، ليش ما عم تفهم علي انت؟ لكرامي ما زالك هون عندي، معناتها وقعت. أنا ما دخلني وما بعرف شي. أبداً؟ أبداً، الله وكيلك ما بعرف شي. أنا اللي ما بيعرف شي ما بيلزمني. في حدا غير انت والمحاسب طلع على هالورقة؟ ما حدا تاني. كتير منيح. هلا بتمحي هذا الملف من عندك على الكمبيوتر وبتخبري المحاسب يعمل نفس الشيء. انا رح خلي هاي الورقة عندي. طيب وبركي اضطرينا نرجع لشيء له علاقة بالدراسة اللي انعملت. ما رح نضطر، لأنه هاي الدراسة مو نهائية بالنسبة لي. أنا رح أعدلها وأحتفظ فيها. ليش ما عندك ثقة فيني؟ ثقة مطلقة.
بس انت قلتي انك انت والمحاسب اطلعتوا عليها، والسر بس طلع عن اثنين ما عاد اسمه سر، واذا صار اي شيء رح حاسبكم انتوا الاثنين، وقتها رح يطلع واحد منكم مظلوم. اهلين دكتور. كل الامور ماشيه مثل ما بتحب. طبعا وانا عم بشرف على الموضوع بنفسي. اليوم عندي كمان جوله على الموقع. تسلم. بتنور باي وقت، نحن بانتظارك. الله معك. سلام. وبعدين؟ ما بعرف شو بدي اقول لك. اسماعيل، إذا بتعرف شي احكي لي، حاجة تخليني لملم بهالولد، أنا بدي الراس تبعون. صدقني ما بعرف شي، وبس أعرف رح أخبرك. والله ماني عرفان ليش ماني مصدقك. أنا كل عمري ساكت، أنت الوحيد اللي سمعت حكي من تمي، مشان هيك لا تشك فيني. أنا ما دخلني، أنا ساعدتك لأني بعرف معدنك منيح. طيب، بس إلا ما تسمع شي جديد، وبس تسمع عم بستنى منك خبر. بصير بعدين لا تزعل من لملمة الأولاد، اعتبره كله تنظيف. هدول الأولاد بكرة بيكبروا. سيدي، تم الاطلاع على كل تسجيلات الكاميرات اللي بالمشفى، وما في أي حدا دخل على غرفة عزه بعد الممرضة، وبعد دخول الممرضة ب5 دقائق تم تحديد ساعة الوفاة حسب تقرير الطبيب الشرعي. سيدي، عممتوا أوصاف الممرضة؟ نعم سيدي، تم التعميم على جميع المخافي. يعطيك العافية. احترام سيدي، الله يعافيك. بكل مكان المخيط. وإمتى حيسلمنا المواد؟ رح يظبط الأمور وعن قريب رح يسلمنا كل شيء. نستقطي معه كل شيء بشكل واضح؟ تفاهمنا على كل شيء، رح يسلمنا البضاعة ويقبض حقها أول بأول. برافو يارا، برافو. هذا المصنع ما لازم يوقف ولا لحظة عن الشغل. أكيد ما رح يوقف. شو عم بيصير معي؟ ليش هيك ضايق خلقي وحاسة بوحشة كبيرة؟ يمكن الوقفة عن الشغل. عرفان معه حق، ما لازم نضل حجار شطرنج بإيد حدا. شو عم بيصير معي؟ ليش هيك ضايق خلقي وحاسة بوحشة كبيرة؟ يمكن الوقفة عن الشغل.
عرفان معه حق، ما لازم نضل حجار شطرنج بإيد حدا، يحركنا امتى ما بده ويوقفنا امتى ما بده. هيك منصير على الرف بدون ما نحس وما في معنى لوجودنا. إذا ضليت هيك أنا رح جن، بدي دكتور نفسي أكيد. مرحبا دكتورة. أهلين، يا هلا كمان. كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال. كنت قريب من العيادة، قلت بيجي بشرب عندك فنجان قهوة. إيه أهلين تفضل. قديش يعني قريب؟ يعني تقريبا شي 10 كيلومتر مو أكثر من هيك. هو مشوار الطريق من المكتب لهون. ما بدك تشربين قهوة؟ إيه طبعا رح جهزها. سادة ما هيك؟ هذا الحكي ما عاد ينسكت عنه بنوب. مين هدول اللي عم يخطفوا رجالنا الواحد ورا الثاني؟ لك احكوا، ما حدا عنده ولا معلومة؟ ابدا، مو معروفين من الشرطة او من عصابة تانية، بس عم يصيدوا الرجال واحد واحد. يعني كل واحد عم يكمل شو عم يدلون على الثاني. طيب رامي مين بيعرف غيرك؟ ما بيعرف حدا. خدوزته بالنهر. انطبع براسي طبع. مثل ما اتفقنا. الو. أنا آسف حبيبتي لأني ما إجيت على الغداء. كنت متوقع أوصل على البيت بكير، بس اتصلوا فيني من المكتب قال في شغل مستعجل. يمكن أتأخر شوي، لا تقلقي. ما في مشكلة. رهف أنت منيحة؟ ايه منيحة. إن شاء الله ما بتأخر. اوكي. سلام. باي. ولو دكتور انت بتستاهل. هلا انا رح ادفع حق المواد لانه اكيد ما في شيء ببلاش، ورح نزل عمولتي كتير كرمال عيونك. تسلم، وانا اكيد ما بقصر معك. هذا الكلام اللي عليه علامات. شكلنا رح نشتغل كتير مع بعض لقدام. طيب ايمت رح شوف شي بين ايدي؟ لانه رح يصير عندي نقص بالمواد. لا تاكلي هم، كل شيء بوقته حلو، بس المشكلة انت اللي طالبتيهم شغلات جديدة وما بتعامل فيهم من الاساس. يعني لو مورفين كنت دبرتهم بوصفات، بس الانفيتامين شغلته كتير عويصة وبدها دراسة، ما بدنا نستعجل. بيهمني النتيجة. خلاص عم بقول لك لا تاكلي هم، حطي ايديك ورجليك بمي باردة. اوكي، سلام. معلمة. احترامي سيدي. تفضل سيدي. هي العنوان التفصيلي للحارة يلي فيه بيت الممرضة. ممتاز، استناني برا. احترامي سيدي. الو، مرحبا يا ابني، بدي احكي مع العقيد مالك بسرعه.
أهلين حبيبتي. تمام، انتي؟ ماشي الحال؟ ما في شي، بالبيت أنا. اوكي، في شي جديد؟ طيب ماشي حبيبتي، يلا لكان بكرة بشوفك. ماشي، باي باي، الله معك. ما في حدا. احترامي سيدي. صباح الخير. ايه، مسافة الطريق بكون عندك. اعتبري الموضوع انتهى. اوكي. بتأمرينا بشي تاني؟ سلامتك. بالإذن. ايه معلم، من وين بدك ايانا نبلش؟ كنا بدنا نصيده وعم صادنا هالكلب. رح يطلبوا فدية، علم على كلامي. فدية شو؟ على الأغلب هلأ بيكونوا عرفوا مكاننا من ريهام وهن اللي رح يداهمونا. نعم، مصيبة هي. لازم ناخد حذرنا كتير منيح أو نغير المكان كله.
الأهم من كل هالحكي إنه ريهام تكون بخير. مطابق للمواصفات. طيب أنا دقيقة وبرجع. ألو، صباح الخير. يا صباح النور. لأحلى دكتورة بالعالم. ما عم تبالغ شوي؟ لا أبدا ما عم بالغ، هذا اللي عم بحس فيه. من زمان ما سمعت هيك إطراء. بس هي مو إطراءات، اعتبريها حقيقة عم بحسها كل يوم وكل ما بشوفك. على مهلك علي، مو لهالدرجة. يا ستي لهالدرجة وأكثر. طيب شو بدي اقول لك غير شكرا؟ شكرا؟ شكرا على شو؟ لك عم تشوفني هيك. ليش عم تضحك؟ لأنه الشكر لازم يكون إليك. فتون، شكرا لأنك بحياتي. شكرا لأني عرفت حدا مثلك. شكرا. رجعتي تقولي شكرا؟ شو بيعرفني؟ تلبكت خلص، ما بعرف شو بدي أقول. فيني اشوفك اليوم؟ لا ما بعرف لسه، هلا بشوف شو في عندي وبحاكيك. بس اعملي جهدك. ايه اوكي، انتبه لحالك كثير، استمتع بيومك. وانت انتبهي على حالك. يلا صار لازم ارجع على الشغل. سلام. باي. نحن اليوم عم نتعرض لهجمة شرسة وقاسية جدا من مافيات المخدرات المنظمة بشكل دقيق جدا جدا. بس للأسف التقارير اللي وصلتني منكم ما فيها شيء مهم، كلها عبارة عن شوية موزعين وشوية شباب صغار من هدول اللي بيتعاطوا المخدرات. طيب شو السبب؟ إذا بتسمح لي سيادتك، أنا معك بكل نقطة ذكرتها، بس الحق يقال، شبابنا ما عم بيوفروا أي جهد وعم يقوموا بواجبهم على أحسن ما يرام من أجل إلقاء القبض على الروس الكبيرة. ومثل ما تفضلتوا سيادتكم، نحن عم نواجه مجموعة منظمة بشكل كتير كبير. بالمقابل شبابنا وبالإمكانيات المتوفرة بين إيديهم عم نلاقي صعوبة بمواجهتهم. هاد ما مبرر أبداً. صحيح إن منظمين، بس نحن كمان عنا استراتيجيتنا وخططنا، بس لازم تتنفذ بشكل جيد لحتى نقدر ناخذ نتائج. معك حق سيدي بكل كلمة قلتها. نحن مواكبين هدول الناس ونعرف قديش هن خطيرين. عم نحاول، بس دائما في حلقات مفقودة، إما بقتل الشخص اللي عم نراقبه أو باختفائه. للأسف سابقينا بخطوة. ما بصير يبقوا سابقينا. لازم نلاقي خطط وحلول لحتى نقدر نسد كل ثغرات الضعف اللي موجودة عنا، لحتى نقدر ناخذ نتائج مرضية وحقيقية. أكيد سيدي. نحن هلا عم نشتغل بدائرة ضيقة جدا مشان نمنع أي تسريب لأي معلومة. وأنا نفسي مع ضباط اللي موجودين بالفرع عم نشتغل بموضوع حساس جدا، بعتقد رح يوصلنا لنتيجة مهمة. طيب، الله يعطيكم العافية. أنا رح أعتبر هذا الكلام وعد منك إلي إنه بأقرب فرصة تكون هالروس الكبيرة كلها قدامي. إن شاء الله سيدي. إذا بتسمح لي سيادتك أقول كلمة، كمال من الضباط المميزين عنا بالدائرة، ومشهود بإخلاصه بعمله، إخلاصه الشديد طبعا، وأنا واثق إنه رح يكون عند حسن ظنكم. إن شاء الله. الله يعطيكم العافية.
صباح الخير آغا. ممكن كمان يقولوا ظهر الخير. أنا آسفة طولت امبارح بالسهرة. ما مهم. اليوم المساء أو بكرة الصبح بتوصل الشحنة، وراح أبعت لك تفاصيل الاستلام والتسليم على إيميلك. أوكي جاهزة أنا. بعد الانتهاء من العملية بتخلي المصاري معك حتى يجيك رد مني. أوكي آغا، أمرك. باي باي. أستاذ جابر، أستاذ جابر، أستاذ جابر، ليش الباب مفتوح؟ وحضرتك شو عم تعمل هون؟ عفواً يعني ما بصير يكون في حدا هون. يبدو في سوء تفاهم دكتورة، خليني أعرفك عن حالي. المحامي ماهر شهاب، مسؤول الشؤون القانونية الجديد. عفواً، أنا آسفة. أنا الدكتورة فتون، المخبرية المسؤولة عن المواد الطبية الأولية بالمستودع. تشرفنا دكتورة. أهلا وسهلا، بس عفواً وين الأستاذ وائل؟ الأستاذ وائل اضطر لسفر مفاجئ، وبهي الفترة أنا رح نوب عنه، وكان لازم دقق شوية أوراق. إيه خذ راحتك ولو. وآسفة مرة تانية، يعني بصراحة كتير محرجة منك. لا أبدا ولا يهمك دكتورة، الحق علي أنا كان لازم أعرفك على حالي قبل. بسيطة ما بدي أعطلك، وإذا بتحب ساعدك بأي استفسار أنا جاهزة. ها لا دكتورة بصراحة أنا كنت عم دقق الموجودات بالمستودع مع بعض الأوراق، وكان في عندي هيك شوية شكوك ببعض الأمور. إن شاء الله راحت الشكوك. لا أكيد اطمني، الشكوك كلها راحت والأمور كلها منيحة، بس الغلط كان من عندي أنا، وما شاء الله عنك أنت هذا الشيء واضح من حرصك على المستودع والمخبر كمان. ولو هذا واجبنا. طيب دكتورة أنا ما بظن إنه بقى بدي شيء، أنا بستأذن منك وأكيد نحن رح نلتقي. أوكي خذ راحتك، فرصة سعيدة. أنا أسعد دكتورة. قد صار له هذا هون؟ صار له شي ساعة. يقعد قد ما بده، كل شيء عنا نظامي. المهم شايف هدول المواد بدنا نخرجهم سوا، شوف لي وين محطوطين. يلا يلا هون. صراحة أنا مضطرة أطلع بكير، بدي آخذ قصي مشوار. اي طيب ولا يهمك. طيب ماشي، بشوفك بكرة، إنه ما بدي أتأخر على الباص. الله معك بالسلامة إن شاء الله. باي باي باي. الله معك. أنا رح أحكي مع الدكتور عماد وشوف شو الترتيب. لا لا يارا مو تليفون، إذا بتشوفيه بيكون أحسن. طيب رح لاقي طريقة ورتب مواعيد. يلا. كل الأمور ماشية مثل ما بتحب تماما، مثل الخطة الموضوعة. رح يكونوا جاهزين من هون لأول السنة. أبدا يا دكتور، أنا تفقدت الموقع عن جديد، والمهندس التنفيذي المشرف على المشروع شخص كتير ثقة. حاضر دكتور، سلام.
اشتقتي لي؟ يعني أكيد اشتقت لك، وإذا بتفكر غير هيك أكيد بتكون غلطان. لكن ليش ما بدك نلتقي اليوم؟ القصة مو ما بدي نلتقي، بس أنا عن جد هاليومين كتير مشغولة. طيب بحق لي أعرف شو اللي شاغلك عني؟ طبعا بحق لك. القصة وما فيها أني استوردت مواد التجميل يلي حكيت لك عنهم، والبضاعة جاية باسمي، يعني أنا شخصيا لازم أنزل على الجمارك وخلص البضاعة واستلمها بنفسي. بس هي القصة. لا إذا هيك أنا ما راح أحكي شيء، ما بحق لي أعطلك عن شغلك. شكرا، كلك ذوق. أوكي، باي باي. مرحبا استاذ ماهر. اهلين دكتورة فتون، اهلين. المرة ما في سوء تفاهم؟ لا سوء تفاهم ولا اي شيء. اذا ناطرة سيارة فيني ساعدك؟ لا والله ناطرة بس مدرسة ابني، لانه بجيبه لعندي بنروح سوا على البيت انا وهو. الله يعطيك العافية، يعني شغلك هون متعب ولازم تكوني ام بالوقت نفسه، مو سهل تحقيق الشغلتين مع بعض. هيك صار. يلا وصل الباص عن اذنك. تسلموا ايديكي. تفضل حبيبي، اهلا وسهلا فيك يا عمري. باي. انا يلا. بعرفك الاستاذ ماهر زميلنا بالشغل، ابني الشقي قصي. اهلين قصي، كيفك؟ منيح، أول مرة بشوفك. ماما قصي عمو ماهر منقول جديد لعنا، معلش ما تواخذنا، هو بيعرف كل الناس هون وهيك طريقة حكيه. لا ابدا ولا يهمك، فرصة سعيدة قصي. انا مضطر ارجع على الشغل وما بدي اعطلكم اكثر من هيك. اوكي خذ راحتك. عن اذنك. يلا باي. باي، سلام. يلا ماما نروح ناكل اكلات طيبة. يلا. أهلين يا أغا. جاهزة حالك؟ اليوم راح تصل الشحنة. أنا جاهزة وناطرة أوامرك. المعلومات صارت عندك على الإيميل، التزمي فيها حرفيا. أوكي، طلباتك أوامر يا آغا. باي باي. امتى التنفيذ؟ اليوم بالليل.
معلم في واحد برا قال بده اياك. ومينو هذا الواحد؟ ما بعرف، قال لي اسمه فتحي. انت مين وشو بدك مني؟ أنا فتحي، أكيد سمعان عني معلم سمير. شيل سيجارتك أحسن ما أفضي هذا براسك. بأمرك بأمرك أنا. بعدين أنا ما سمعت عنك ولا بدي أسمع عنك. شو جابك لهون ولا؟ أنا سمعان عنك كتير وقلت حابب يعني أعمل شغل بيناتنا. هيك بهالبساطة؟ بس أنا اللي بسمعه عنك إنه أنت واحد مكشوف وقلمك مكسور. إيه بس أنا صلحت قلمي المكسور وإجيت لعندك وخالفت القاعدة. أيوة. وكيف هي بقى؟ يعني معلم بصراحة أنا صلحت غلطي، واللي هون دليل على كلامي. طيب معناتها افتح لي اللي هون لأنه ما عندي وقت ضيعه. يلا بأمرك. هي عربون صداقة وبداية شغل بيناتنا. معلم هي من جماعة اللي بيصطادوا بالمي العكرة. كانت بدها تصطادني، قمت اصطدتها، وهلا هي تحت تصرفك. شي مهضومة هالبنت. ليش ما بدك تطلع؟ كنت متمنية نقضي السهرة مع بعض. وأنا هيك متمني، بس المشكلة أنا واعد فتون. مين فتون؟ فتون هي الدكتورة اللي مستلمة مستودع الأدوية اللي بتجيب لك المواد من عندها. حلو، معناتها الموضوع قرب. هلا أنا عامل خطة ورح بلش فيها من اليوم، فبتصور إنه فعلا قرب. وأنا عند وعدي بكل شيء، وهي رح تكون بس البداية. أكيد رح نستمر. أكيد، أنا جاهز. يلا ما رح أعطلك، رح استنى منك تليفون. لا، أنا ما رح أتصل. ما فهمت. من طبعي إني ما بحب خيب توقعات حدا فيني، وأنت متوقعة إنه نكمل السهرة مع بعض. تكرمي. وأنا ما بحب يخيب توقعي بحدا. سلام. سلام. أنا لو عرفان إنه ضحكتك حلوة كل هالقد كنت من زمان ضحكتك.
تتجوزيني؟ نعم؟ تتجوزيني؟ ما بعرف. إنه كثير فاجأتني. شو عم بصير؟ ما عم بيصير شيء. أنا طلبت إنه تتجوزيني. ايه بس الكلمة كثير كبيرة وانت عم تقولها هيك بمنتهى البساطة. أنا بعرف وضعك وبعرف ظروفك وبعرف كل تخوفاتك وموافق على كل شيء. يمكن أنا استعجلت بطلبي شوي، بس كله هذا لأني بعرفك من زمان وانتي بتعرفيني ومن زمان. عماد، كلامك كله على عيني وراسي، بس أنا بدي أفكر، بدي أخذ وقتي. لمجرد تفكري هذا الشيء بيخليني أكون كتير سعيد. بصراحة أنا كنت خايف إنك تكوني رافضة الموضوع من أساسه.